إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تفتكر ليه السيد المسيح قال الكلمات دي في التوقيت ده وإيه الهدف منها؟ لو متعرفش المغزى من الكلمات دي تعال أنا أقولك. قبل ما أقولك يا صديقي لازم تعرف إنه المزامير مرقمة في الكنيسة من رقم 1 لرقم 151. يعني مثلا المزمور رقم 1 ومزمور طوبى للرجل، المزمور رقم 2 المزمور رقم 50 المزمور رقم 151 وهكذا. لكن المزامير في أيام السيد المسيح وعند اليهود مش مرقمة، لكن معروفة بأول كلمتين من كل مزمور. يعني مثلا مزمور رقم 1 معروف بمزمور طوبى للرجل، مزمور على نهار بابل، مزمور وبذا ما أحسن وما أحلى. ومزمور رقم 22 حاليا هو كان معروف عندهم بمزمور إلهي إلهي لماذا تركتني. لكن السؤال هنا ليه السيد المسيح خص الكلمات دي وليه خص المزمور 22؟ أقول لك يا صديقي، لو رجعت المزمور ده وبدأت تقرأ فيه هتلاقي إن المزمور بيتكلم عن الخلاص بصفة عامة، وخاصة أحداث يوم الجمعة العظيمة وأحداث الصلب بيتكلم عنها، وفي نبوات كتير عن أحداث الصلب في المزمور ده، زي مثلا ثقبوا يدي ورجلي واقتسموا ثيابي بينهم. دي آيات من داخل مزمور 22، وكأن السيد المسيح عايز يقول لهم وهو على الصليب: أنا هو المسيا، أنا المخلص، أنا اللي انتظرتوه لسنين طويلة، أنا اللي كملت فيه نبوات العهد القديم، أنا اللي تنبأ عني الأنبياء. حتى لو مش مصدقين لي هتلاقي كل اللي انتوا عملتوه النهارده موجود في مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني. أنا سمعان القس ديسكورس، ودي قناة حكاية لحن أرثوذكسي على الفيسبوك واليوتيوب.